السلام عليكم حبايبي الجمال، وحشتوني كتير. النهارده عملت لكم جلاش باللحمه المفرومه بطريقه الجلاش بتاع المحلات وطريقه جلاش الحلو. بصوا يا جماعه الموضوع عامل ازاي. الجبنه ولا البيض ولا اللحمه المفرومه كله طبقات فوق بعضه، وزي ما حضراتكم شايفين الشكل والطعم واللون والطريقه سهله جدا وبلفه جلاش واحده. ونبدا الوصفه على بركه الله. السلام عليكم حبايبي الجمال، وحشتوني كتير. النهارده هنعمل جلاش باللحمه المفرومه بطريقه مبسطه وفي 3 خطوات بس. يلا بينا. اول حاجه معانا 250 جرام لحمه مفرومه فرمناها، وبعد كده جبنا بصلايه مع معلقتين سمنه على زيت وشوحنا البصله، وبعد نزلنا عليها باللحمه، واول ما دخلت على بردان نزلنا عليها بالشبت وبهرناها بالتوابل بتاعتها، فلفل اسمر، ملح، 7 بهارات عشان خاطر تديني نكهه كويسه. بعد كده جبنا الجلاش بتاعتنا. الجلاش لازم يكون من شركه كويسه عشان شايفين الجلاش بتاعي مورق وما يكونش مفرزن. عندي صينيه مقاس 28 بتبقى زي ما حضراتكم شايفين كده. اول حاجه هنديها ماده دهنيه، عندي سمنه حيواني على زيت اهو. بندهن الصينيه بسيط جدا اهو، يعني الموضوع كله هناكل جلاش في اقل من 5 دقايق. بعد كده بنحط الصينيه كده في النص بتاعتنا كأننا بنعمل احنا الجلاش الحلو. صورناها بناخد احنا 3 ورقات بس اهو، زي ما حضرتك شايفه يا ست الكل اهو. شويه لحمه مفرومه بساط جدا اهو. احنا عاملين الشغل حاجه هيلسي وتتاكل وما تكونش تحرق على الصدر ولا تتعب اهو. بعد كده بنجيب احنا الجلاش اللي احنا خرج مننا ده كله، بنبتدي ناخده كده من غير ما نعمل فيه اي حاجه، ونبتدي ناخده في النص زي ما حضرتك شايفه كده اهو. اهو شوية سمنة برضو اهو من فوق. موضوع بسيط جدا وسهل اهو. هناخد برضو شوية لحمة مفرومة كده من فوق. طبعا عندي جبنة رومي مبشورة باخدها في النص زي ما حضرتك شايفة كده. هناخد حوالي برضو 3 ورقات او 4 ورقات اهو، هنروح نازلين بيهم كمان اهو زي ما حضرتك شايفة، كأننا بنقفل حاجة عظمة اهو. بناخد برضو السمنة بتاعتنا اهو. بسم الله حبيبي يا رسول الله. بعد كده هننزل بباقي اللحمه بتاعتنا على اهو كده. عملنا دي الطبقه الثالثه من اللحمه اهو، تمام اهو. هننزل برضو بشويه جبنه رومي مبشوره، وده اختياري يا ست الكل، عايزه تحطي ما تحطيش، دي حاجه اختياري. بعد كده بننزل بباقي لفه الجلاش وبنبصم زي ما حضرتك شايفه كده عشان نثبتها. وبعد كده بننزل بباقي السمنه على وش كده عشان لما نيجي نقسمها ما تكسرش معانا ويبقى الموضوع تمام جدا. بنيجي على وشها كده بنبتدي نوزع السمنه اهو. معلش انا ايدي مكانها شبت، ده مش هيجرى حاجه اهو اهو اهو. بعد كده هنقطعها التقطيعه اللي احنا عايزينها دلوقتي. نقطعها زي ما حضرتك شايفه كده يا ست الكل اهو. عايزاها مثلثات زي التورته ماشي، عايزاها تتقطع مربعات كده مفيش مشكله، لكن انا عايز اعملها مثلثات زي ما حضرتك هتشوفي كده اهو. التقطيع بتاع الجلاش بتاعنا اللي باللحمه، ودي سيادتك هندخلها الفرن على السلك الوسطاني على 160 درجه، تقعد معانا حوالي 10 دقائق. وبعد ما تحمر معانا هنقول لكم التركه الاخيره، هتشوفوا هنعمل فيها ايه عشان تبقى طريه وتستوي عالي معانا على بركه الله. طبعا عشان بقول لحضراتكم خليكم معايا للاخر. هنا بقى بعد ما الجلاش كده دخل على سوا، جبنا واحده بيضه اهي صغيره اهي، سنة ملح صغيرة. هناخد احنا الثوم البودرة اهو، هنقلب ده كله مع بعضه كده اهو. وبعد كده هننزل بيه على كوباية الحليب اللي قدام حضراتكم. بنقلب ده كله مع بعض. وجبنا مكعب مرق، وده مهم جدا اهو عشان يعلي معانا التست. وبعد كده بقى ايه، نص معلقة كركم حلوة كده اهي. كل ده بقى طبعا بنقلبه فوق بعضيه. دي التركه بتاع الشيف منصور اهو. كده هتاخدوا بقى ايه، صينيه جلاش عظمه عظمه. بننزل طلعنا الجلاش 3/4 سوا، بننزل بالكلام كده على وش الجلاش زي ما حضرتك شايفه اهو، ونركز كده على الاحراف وعلى النص اهو اهو. بصوا يا جماعه الموضوع عامل ازاي. هيخش الفرن تاني وننتظر مع بعض السوا وازاي نقدمه. حضراتكم شايفين خرج الجلاش القمر باللحمه المفرومه من الفرن، والتركه اللي كانت معانا البيض واللبن والتوابل ومعلقه الكركم
اللي غيرت شكل الجلاش. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونعمل لايك لكل فيديو. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.